انا نفسي افهم العندي جايالي من اي حته، بس الله يسامحكم. لازم مفيش حاجه تزعلك ولا تقهرك ولا تحبطك، لازم تبقي ست شاطره قويه وما يفرقش معاكي حسد ولا عين ولا اي حاجه. بصوا بقى، انا كنت بعمل السمنه البلدي وزعلت قوي، اتكبت مني مره واحده، مش عارفه اقول لكم ازاي. يعني اتكبت مني الاول مره على البوتاجاز شويه، وبعد كده اتقلبت كلها في الارض. مش تسكت، لا وكمان قعر الحله اتحرق مني. لكم بلمت وزعلت، بس لازم تشوفوا الفيديو ده للاخر، امانه عليكم، عشان انا بجد تعبت قوي في الفيديو ده. هو صغير بس متعب. اوعي ترمي القشطه او الكريمه بتاعت اللبن او اي كريمه بتشتريها حتى لو ناشفه، لميها وحطيها في علبه كده يا ست الكل. خليكي شاطره زي سوبر ماما وما تخليش حاجه ابدا تحبط. اللي شغال على الشاشه ده، دي طريقه سمنه تانية. زي ما انتم شايفين انا كنت مخزناهم بقى في الفريزر، شلتهم وكنت بلمهم كده في العلب وبعد كده طلعتهم. هنا انا كنت مستعجله عليهم عشان كنت عايزه اعمل بسبوسه للولاد وعايزه سمنه بلدي. ما عنديش. اسكت ابدا، ما انا سوبر ماما 5 عليا. اوعوا تنسوا تشجعوني بالاشتراك. سبتها تسيح شويه وبعدين خدتها على النار وولعت عليها. للاسف اوعوا بقى تحطوها في حله صاج، حطوها في حله المونيا. انا كنت عارفه كده بس عشان التصوير بقى قلت هحط في حله حلوه كده عشان وللاسف زي ما انتم شايفين كده وانا بقلب كل شويه تظهر لي حاجه تخلي البتاعه دي تتكب مني. القشطه ازعل ابدا والله العظيم، اتحصرت. يعني عايزه اقول لكم حسره، قاعده بحوش فيهم وشايلاهم في الفريزر. ريحه الحله معوجه واتكبت مني في الارض وكانت صدمه. بس ما فيش حاجه برضو هتاثر فيا ولا العين اللازماني دي. باذن الله عينكم دي هتبعد عني. ربنا يرضي كل واحد ويدي كل واحد المهم. ببص كمان لقيت الحله من تحت بدات ريحه تطلع كده ولقيتها لزقت مني. لا اسكت، زي ما انتم شايفين برضو ده انا سوبر ماما. المهم مسحت الارض ونضفتها ومسحت البوتاجاز وخدتها نقلتها في حله تانية زي ما انتم شايفين، وعلى عين واطيه خالص هشتغل عليها. بصوا بعد الكميه كانت كبيره بس الحله التانية الصراحه صغيره خالص فكانت مبينه. المهم على عين واطيه هتوطي عليها خالص كده، وكل شويه تروحي تقلبي عشان ما تتلزقش منك. بس هي مش هتلزق قوي في الحله الالمونيا زي الحله الصاج او اي حله تانية. ماما هتحطي نقطه ملح يا ست الكل. يا عسل، حطيتي اللايك ولا لسه؟ يا رب تكونوا فرحتوني بالمتابعه والشير واللايك. معاكم سوبر ماما. بصوا بقى، انا ولا بضربها في خلاط ولا في كبه عشان اطلع الميه بتاعتها. هي الميه بتتبخر والمرطه بتاعتها بتطلع زي العسل وريحتها وطعمها يجنن. هنقلب كده كل 5 دقايق. عايزه اقول لك هتخلي ريحه البيت سمنه بلدي. عايزه اقول لك انا بحب السمنه اللي بعملها في البيت بايدي اكتر من السمنه اللي انا بشتريها من بره. ببقى ضمناها والريحه بتاعتها بتبقى كذا، يعني مضاعفه الريحه اللي انت بتجيبيها من بره. انضف واحلى واروق كمان زي ما انتم شايفين. واحلى حاجه كمان بتطلعيها المرطة عشقي بقى انا وولادي بالبيض بتبقى فظيعه. بتحطيها بقى معلقتين 3 كده على البيض وتاكلي يا ست الكل. معلقتين بقى سمنه بلدي او معلقه على حسب كميه البيض وكلي احلى بيض وافطري بيه. ويا سلام لو ني سنه زي ما انتم شايفين. انا بموت في المرطه دي. ملحها ممكن احطها في السندوتشات واكلها كده بتبقى حلوه. عايزه اقول لكم بقى السمنه هي دي اللي طلعت معايا، بس ريحتها وطعمها ومرمله. هي كده سايحه. انا اختصرت الفيديو ما رضيتش اصورها لكم وهي مرمله، بس والله العظيم بتطلع مرمله لما بتنشف يعني عشان هي لسه سخنه. هتصفيها وتفضل عندك بقى وتستخدميها. بتبقى ريحه وطعم. اقول لك تجيبي الكريمه او القشطه برضو تعمليها بنفس الطريقه دي. دايما وفري كده ودبقي. الدنيا بقت غاليه قوي والحاجه بقت صعبه. اعملي الحاجه في بيتك هتطلع اروق واحلى وبجد ريحتها حلوه قوي. انا بخزنها عندي. السوا دي او دي لازم يبقى موجود عندي لان جوزي بيحب البيض بالسمنه البلدي فلازم ادلعه. وهنا اشتغلت بقى في العسل بتاعي. حطيت بقى المعلقتين بتوعي او ال3 زي ما انت على حسب المقدار اللي انت عاملاه علشان اعمل بقى البسبوسه للولاد. على فكره طلعت طعمها حلو وريحتها طلعت جميله جدا وزي ما انتم شايفين زقتها والريحه كانت جايبه بقى اخر الشارع كده وطعمها كان ممتاز جدا. وفي الفيديو التاني هي مرمله. اتمنى يعجبكم الفيديوهين باذن الله. انا من حلاوتها كنت عامله دايت وما قدرتش، فضلت رايحه جايه والله اكل منها. مرمله وطعمها حلو قوي. ان شاء الله احط لكم الفيديو بتاعها في التعليقات، اثبته لكم او في صندوق الوصف. اتمنى بقى تشوفوا الفيديو ده والفيديو ده للاخر وتقولوا لي ايه رايكم ويعجبكم كل المحتوى بتاعي. خلي دايما بيتك عمران بكل حاجه حلوه. قولوا لي بتتابعوني منين ومين فيكم عمل وصفاتي وعجبته ولا لا. انا من اسكندريه من مصر.